مساء الخير عليكم. النهارده هنتكلم عن شارع رمسيس، واحد من شوارع القاهرة الخديوية. كان لحد القرن ال19 مجرى للنيل. الشارع بيبتدي من عند المتحف المصري ويخلص لحد العباسية. اتسمى بأسامي كتير، منها عباس حلمي، منها الملكة نازلي، منها الملكة، منها رمسيس حاليا. ابتدى الشارع باسم عباس حلمي. عباس حلمي التاني دون كان بعد وفاة الخديوي توفيق 1892، كان المفروض يبقى هو الخديوي مكانه. من المفارقات بقى ان هو في وقتها كان لسه ما بلغش السن القانونية ان هو يبقى خديوي. فقعدوا يشوفوا طب هنوليه ازاي بيبصوا لقوه انه ما بلغش السن القانونية ميلادي، بس بلغها هجري، فقال لك خلاص نحسبها له هجري. وقتها هو كان في النمسا، كان هو واخوه البرنس محمد علي بيدرسوا في النمسا. المهم جاله خبر ان هو هيبقى الخديوي. رجع على يخت اسمه فرديناند ماكسيمان. الامبراطور النمسا فرانسوا امرهم باعداده امرهم باعداده عشان ينقل الخديوي واخوه، وكلف ضابطين في حراسته. وصل مصر، الناس كانوا فاكرينه ان هو اللي هينقذ مصر من الانجليز. حتى قالوا الله حي عباس جاي. وكان من ضمن كلامه بقى اللي هو كان بيعلن عن امتعاضه من اللي عمله أبوه، وإن هو غير ممنون من اللي حصل ومن وجود الإنجليز. بس لما رجع يا عيني لقى إن الموضوع أكبر منه، ما قدرش يعمل حاجة، فخاب أمله، أمل الناس. بعديها اتسمى بالملكة نازلي. الملكة نازلي ده اللي اتجوزها الملك فؤاد في سنة 19. وطبعا كان ليها قصص ما كانتش ظريفة، واللي تسببت في سقوط الأسرة المالكة، أو من أحد أسباب سقوط الأسرة المالكة، الأسرة العلوية وقتها. الشارع بيبتدي من عند المتحف المصري اللي اتبنى 1902، واللي حط تصميمه المهندس مارسيل دورينيون. جنب المتحف في ميدان عبد المنعم رياض، اللي كان زمان اسمه ميدان الشهداء، واتبدل اسمه سنة 1969 بعد استشهاد عبد المنعم رياض. واحنا ماشيين في الشارع هنلاقي بعض المباني القديمة اللي ترجع للفترة الخديوية، واللي بتتكلم عن الشارع يعني مثلا هنشوف مبنى الشبان المسلمين، جمعية الشبان المسلمين. هنشوف كمان من المباني القديمة كمان مبنى نقابة المحامين. مبنى نقابة المحامين دي اتعملت علشان كانت مهنة المحاماة كانت مهنة لكل من هب ودب حرفيا. كان اللي بيشتغل فيها اللي عنده شوية بلاغة واللي صوته عالي. أي حد عنده الشرطين دول يشتغل من غير ما يدرس القانون خالص ولا أي حاجة. محكمة الاستئناف سنة 1884 عملت حاجة، قرار بيستوجب بحاجة اسمها قيد الأفوكاتية أو الوكلاء، اللي كانوا بيتأيدوا من غير مؤهلات. في عام 1886 جم بعض المحامين برئاسة جبرائيل كحيل بيه، واتفقوا على ان هم يحطوا لائحة تنظم احوالهم. وفي 15 مايو 1910 صدر قانون رقم 9، اللي نص على استبعاد المحامين اللي مش واخدين او ما درسوش في كلية الحقوق. وفي عام 1912 ابتدت بوادر انشاء نقابة المحامين بموجب القانون رقم 26، اللي عمل تشريع بالمهنة المحاماة. واتعملت أول جمعية عمومية بسراي محكمة الاستئناف، واتعملت أول انتخابات فيها. واحنا ماشيين برضو هنشوف من المباني اللي اتبنى بالستايل القديم معهد الموسيقى العربية. وبعد كده هنشوف مسجد الفتح. مسجد الفتح ده جديد، بس أحب أقول لكم إن مسجد الفتح كان قبليه في مسجد قديم جدا اسمه مسجد أولاد عنان.
ده المسجد ده اتفكك واتنقل في حتة تانية واتعمل مكانه مسجد الفتح. وفي ميدان رمسيس في أقدم محطات السكة الحديدية، المحطة اللي اتشيدت 1855 لما الخديوي حب يعمل خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية. اتعمل المبنى بستايل عربي إسلامي، واللي شيده مهندس بريطاني اسمه إدوين بانيس. المحطة دي تاني أقدم محطة سكة حديد في العالم، اتحرقت 1882 وبعديها ب11 سنة اتبنت تاني. عربية النوم دخلت فيها 1898، عربية البولمان بقى دخلت فيها سنة 1928. وكان الملك عبد العزيز آل سعود من أول الشخصيات السياسية اللي ركبت البولمان. واحنا ماشيين برضو من المباني القديمة، المستشفى القبطي اللي تأسس 1926 وبطريقية الأرمن. نكمل مشي لحد ما نوصل لحد ما نوصل عند القبة الفدوية اللي بناها الأمير يشبك بن مهدي سنة 1474، ودي تعتبر قريبة من الكنيسة البطرسية. الكنيسة البطرسية دي كانت في وقتها أكتر الكنايس فخامة، اتشيدت فوق قطعة أرض اشتراها بطرس غالي اللي كان رئيس وزراء مصر قبل اغتياله 1910. واتصرف على بنائها 12,000 جنيه، ده كان مبلغ كبير وقتها. واتدفن فيها سنة 1911 بعد ما إبراهيم الورداني ضربه بالرصاص أو قتله أو اغتاله بالرصاص لعلاقة بطرس غالي بالاحتلال. وبكده نكون خلصنا قصتنا عن تاريخ شارع رمسيس، وحكينا عن بعض المباني القديمة فقط اللي في الشارع. وشكرا لحضرتك.